السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. أهلا وسهلا بمتابعي صفحة البورصة في أكاديمية عواد. متابعي صفحة البورصة في أكاديمية عواد طلبوا مني إن أحلل سهم سيدي كرير، وكان من ضمن أكتر الأسهم اللي طلبت. هنمسك سهم سيدي كرير، هنتكلم عنه فنيا وهنتكلم عنه ماليا. احنا فاتحين حاليا الشورت بتاع سيدي كرير على المنثلي او على المستوى الشهري. لو احنا بصينا على بداية طرح سيدي كرير هنلاقيه عام 2005، وهنلاقي ان هو كان ماشي في حركة عرضية ما بين عام 2005 الى عام 2019. كان ماشي في نطاق ما بين 5 جنيه و20 جنيه. من بداية عام 2020 كان ابتدى الحركة الصعودية ووصل إلى القمة التاريخية عند 46 جنيه تقريبا في عام 2024. لو احنا كبرنا على المستوى الشهري هنلاقي ان السهم سعره حاليا 27 جنيه، بيتحرك في نطاق عرضي ضيق ما بين 24 25 إلى 30 جنيه. طيب تعالوا نتكلم عن السهم بشيء من التفصيل ونحلله ماليا. تعالوا نفتح بيانات سهم سيدي كرير. طيب دي بيانات سهم سيدي كرير. سهم سيدي كرير بيعمل في قطاع البتروكيماويات، وخاصة من منتجات الشركة، منتجات الإيثيلين والبولي إيثيلين اللي بتستخدم في المواد البلاستيكية. طيب لو احنا هنشوف بيانات السهم نفسه ونشوف القيمة الاسمية والقيمة الدفترية، هنلاقي ان القيمة الاسمية 2 جنيه والقيمة الدفترية 7 جنيه و70 قرش بناء على الربع الثاني من عام 2024. طيب لو هنحسب مضاعف القيمة الدفترية بالنسبة لسعر السهم اللي هو 27 جنيه، هنلاقي ان مضاعف القيمة الدفترية تقريبا عند 3.5 مرة. طيب تعالوا نشوف ونقلب في اخبار السهم. في اخر خبر يوم 18 سبتمبر بيقول ان البورصة بتفحص قيد اسهم زيادة رأس المال سيدي كرير للبتروكيماويات إلى مليار و800 مليون جنيه. طيب لو احنا بصينا على خبر يوم 5 أغسطس، سيدي كرير توقع اتفاقية تأسيس شركة جديدة لاستيراد الغاز الصخري الأمريكي. هنلاقي إن الخبر ده ليه مغزى، ولو بحثنا في سبب إن الشركة بتبحث في تأسيس شركة انها تستورد من خلالها الغاز الصخري الامريكي، لان من فترة قريبة لما كنا بنقابل انقطاع في الكهرباء بسبب امدادات الغاز الطبيعي، وبسبب ان الدولة بقت تستورد غاز طبيعي ما بقتش تصدر زي قبل كده، فبالتالي عشان خاطر توفر الغاز الطبيعي الدولة قطعت الامدادات عن مصانع البتروكيماويات، وكان من ضمنها سيدي كرير. فبالتالي شركة سيدي كرير تأثرت بانقطاع امدادات الغاز الطبيعي، والطاقة الانتاجية للشركة تأثرت تأثر كبير. فبالتالي تجنبا لتكرار هذه المشكلة سيدي كرير بتفكر خارج الصندوق، وقالت انها عايزة تعمل شركة جديدة لاستيراد الغاز الصخري الامريكي، لان الغاز الطبيعي يعتبر من مدخلات الانتاج اللي من خلاله بتنتج مادة الايثيلين والبولي ايثيلين اللي بيستخدم في المنتجات البلاستيكية زي ما ذكرت لحضراتكم. لكن انا عندي نقطة ومشكلة في موضوع الاستيراد، لان الاستيراد بيتطلب عملة صعبة،
ليه علاقة مباشرة بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، فبالتالي أي زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه ده هيؤثر على التكلفة وزيادة التكلفة بالنسبة لسيدي كرير، فبالتالي هيؤثر على ربحية الشركة. فبالتالي من العوامل المهمة لشركة سيدي كرير هو استقرار امدادات الغاز الطبيعي. دي حاجة. لو احنا بصينا في بقية الأخبار هنلاقي إن في خبر مهم يوم 28/7 بيقول إن أرباح سيدي كرير النصفية ترتفع هامشيا إلى 1,220,000,000 جنيه. تعالوا نشوف بقية الأخبار. زي ما قلت لحضراتكم إن يوم 27 يونيو سيدي كرير للبتروكيماويات تعلن عودة غازات التغذية وبدء تشغيل المصانع. زي ما ذكرت لحضراتكم من لما انقطع الغاز الطبيعي تأثرت الشركة وتوقفت عن الإنتاج. في خبر مهم عايز أقوله لحضراتكم، وهو يوم 31 مارس مصر تستأنف مفاوضات دمج شركتي سيدي كرير وإيثيدكو. طبعا الخبر ده مهم جدا جدا جدا، وشركة إيثيدكو هي من الشركات التي تنتج الإيثيلين والبولي إيثيلين، وشركة سيدي كرير وإيثيدكو يعتبر من الشركات المستحوذة على إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين. وبالتالي عند استحواذ شركة سيدي كرير على إيثيدكو، هذه الشركة بعد الاستحواذ ستكون هي الشركة الوحيدة في مصر التي تنتج مادة الإيثيلين والبولي إيثيلين، وبالتالي الطاقة الإنتاجية لشركة سيدي كرير بعد الاستحواذ هتزيد وتتضاعف. فبالتالي الخبر ده مهم جدا جدا جدا، سيؤثر إذا تم تفعيله فيما بعد في زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الأرباح. طيب تعالوا نلخص بقى ونشوف مستهدفات سهم سيدي كرير بعد هذه الأخبار. أول حاجة طبعا لو هنرجع لنقطة إن الأرباح النصف سنوية كانت ب1,220,000,000 يوم 28/7 هذا الخبر. طيب لو احنا حسبنا وقلنا ان الارباح السنوية المتوقعة بناء على الارباح السنوية لو فضلت بهذا الرتم ومحصلش تغيير ومحصلش طفرة في الشركة، الارباح المتوقعة ستكون حوالي 2,400,000,000. يعني ربحية السهم هتكون حوالي 3 جنيه ونص تقريبا، 3 جنيه و40 قرش، نفس الربحية اللي هي موجودة حاليا. يعني الربحية هتفضل مستقرة، مش هيحصل فيها طفرة أو هيحصل فيها زيادة، وبالتالي سعر السهم لا نتوقع ان هو يزيد او يحصل فيه طفرة كبيرة. طيب بالنسبة إلى مضاعف القيمة الدفترية، تعالوا نشوف مضاعف القيمة الدفترية. لمضاعف القيمة الدفترية هنلاقي إن زي ما حسبناها في أول فيديو كان مضاعف القيمة الدفترية 3.5 تقريبا. وبالنسبة لو قارناه بمضاعف القيمة الدفترية للشركات اللي موجودة في نفس القطاع زي سهم أبو قير وسهم موبكو وسهم أموك، هنلاقي إن مضاعف القيمة الدفترية 2 مرة، بينما سهم سيدي كرير مضاعف القيمة الدفترية حوالي 3.5 مرة. إذن بيتداول عند مضاعف قيمة دفترية أكبر من المتداول في السوق. يبقى احنا لو جمعنا الأرباح المتوقعة وربحية السهم المتوقعة اللي هي حوالي 3.5 جنيه، اللي هي نفس الربحية اللي موجودة حاليا واللي بيتداول عند 27 جنيه سعر السهم، ومضاعف القيمة الدفترية اللي هي أعلى من مضاعف القيمة الدفترية المتداولة لبقية قطاع البتروكيماويات اللي هي أعلى من المتداول اللي هي 3.5 مرة، هنلاقي إن السهم في آخر العام سيظل يتحرك في منطقة عرضية ما بين 27 جنيه إلى 30 جنيه. طيب
امتى نقول ان هيحصل طفرة في سهم سيدي كرير؟ هتحصل طفرة في سهم سيدي كرير عن طريق الاستحواذ على سهم او على شركة إثيدكو، وبالتالي سيتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية وسيتم مضاعفة الأرباح. لذا نتوقع ان سهم سيدي كرير اذا لم يتم عملية الاستحواذ على شركة إثيدكو سيظل هذا السهم يتحرك في نطاق عرضي ما بين 27 جنيه إلى 30 جنيه إلى آخر العام. سيدي كرير أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وأتمنى الانضمام إلى صفحة البورصة في أكاديمية عواد، وشكرا جدا لحضراتكم.